السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كيفكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، ويا رب السنة دي الجديدة تدخل عليكم آه دي تتمنون ان شاء الله. آه انا اسفة على التأخير لانه عندي شغل كتير. انا اسفة يا بنات، ما تزعلوش مني. كتير ناس بيقولوا لي انت يعني بعدتي وما بتقدريش تنزل. انا بتكون عندي، انتوا عارفين، شغل مع الفك، مع الجلب، مع كتير اشياء انتوا عارفين. ما لحقش. لو كان عندك 30 واحدة في اليوم عشان القراءة مش هتلحق تنزل في اليوتيوب وكده. أنا أسفة على التأخير، لكن اليوم راح أنزلكم في القراءة، قراءة بالأحجار. أختصركم، هي فقط نسأل اللي عندك. أنت اختاري الطاقة الحجر وإحنا هنشوف اللي عندك. اللي حابب معايا قراءة خاصة أو فك السحر أو جلب يتواصل معايا. يلا نبتدي. شوفي أنا جبت لكم قروض مكشوفة لأنكم بتحبوها. شوفي أنا هنحط، شوفي الأول فدي الحجر، فدي الحجر الثاني اللي اختاره الحجر الأخضر، انت اللي عجبك. الحجر الثالث ذهبي. اوكي، خدي الطاقة اللي انت ارتحتي ليه. الأحمر، اوكي، الحجر الثاني الأحمر. عندنا أزرق. اوكي، يلا نزيد لكم بنفسجي. اوكي، يلا نخلي دول حجر. اختار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني ستة أحجار. يعني أنا هعمل له كده عشان تشوفوا. يعني هتاخدي طاقة، اختاري يا إما الأول تقدري تختاري اتنين لو عندك اتنين أشخاص. احنا هنشوف عندك انت ايه الأول. عندك انت ايه، وبعدين نشوف الحبيب عنده ايه، وانا على حسب طاقتك راح تطلع لي. اوكي، انا اسفه على التاخير، ما تزعلوش مني. ان شاء الله افضل انزلكم كده مره في الاسبوع عشان ما تزعلوش مني. على الاقل اعمل قراءه بالليل. هنبتدي. اللون الاول زي ما قلت لكم راح نشده. اوكي، الاول قلنا فضي صح. خدوا طاقه. يلا ان شاء الله هنشوف عندك انت ايه حاليا عشان تعرفي الطاقه طلعت ام لا. انت حاليا عصبية، حاسة بخنقة، بتجري وراء أشياء. ما هل هذه طاقتك؟ لو كان طلع لك كده دي طاقتك، لو ما طلعت لكش اختار حجر تاني. مخنوقة، أي شيء بتجري وراه ما بيكملش. بتحسي بخنقة، وجع الراس، جسمك بيهرش بالليل قبل ما تنامي، تقدري تقولي كده. لأنه هذه الطاقة هي دي طاقتك. على فكرة دي طاقتك حاليا. زيد نشوف عندك ايه. انت بتحبي شخص، دي انت صحيح طلع راجل، انت متباعدة والشخص هذا سابق عشان واحدة، او في علاقة تانية او علاقة ثلاثية. انت كنتي اولى صرتي الثانية. اوكي، تقدر لو هذه طاقتك يبقى انت. اوكي، يلا راح نشوف هو. اوكي، هو الشخص اللي بتعرفيه هو طلع. قدمتي له كتير حاجات، بس هو للأسف سابق. يعني كتير أشياء قدمتها له لكن هو عطاك ظهر وراح. أوكي، هذا الشيء صح أم لا؟ اكتبوا لي في الكومنت. كان دكسة أو شيء، أو وعدك شيء وفي الآخر قفل بقك وراح. يعني يعني وعدك وعد وما كملش. طب نشوف هو حاليا حاسس بإيه، لأنه شفنا هو حاسس بإيه. هيرجع هذا الشخص اللي اختار هذه الحجرة، راح يرجع. هذا الشخص بعيد عشان في سح ناري على فكرة، لكن مع أيام هيرجع. اللي اختاروا هذا الطاقة والشخص بعد عنكم أو شيء راح يرجع. يلا دي كانت طاقة لون فضي. أوكي، راح نجي التاني لون، اللون الأخضر. يعني أخضر مفتوح، مثل النهر. يعني شوف، خدي طاقة عشان أنا أخلط قرون ويكون طلع لك إيه. يا رب يكون خير. راح أشوف حالتك حاليا أنت إزاي عشان تعرفي الطاقة طلعت أم لا. حاليا أنت آه عايزة تبعدي بعيد، عايزة الشخص
يا إما الشخص هذا بعيد عنك في مدينة بعيدة، شيء كده يعني. أو أنت حابة شخص فقط يشيلك ويروح بك، أنت مش عايزة حاجة، فقط شخص يحبك وياخدك وتتجوزي، أشياء بتعني كتير الورقة دي. أوكي، عايزة أنت محتاجة حب، ما لقيتيش حب على فكرة، تجري على حب ما لقيتيش عاطفة، آه، محتاجة حضن، حاجة تطبطب عليك، أمك تطبطب أو أهلك بعيدين عنك، شيء كده يعني، مفيش أحد بيسمعك، عرفتي؟ يا خيرة، نشوف كمان. تبكي على طول، بتبكي، انت مش مبسوطة في حياتك أو مش مبسوطة في البيت، انت كل شيء، شوفي سطرتي على الحب، يعني انت صدمة برجلك خلاص، يعني تعبتي تجري ورا هذا الحب، هو اللي مزعلك، هو اللي يعني تجرب وانت وسطك. شوفي، تراسلي مع أحد من بلاد بعيدة، يمكن يكون شخص هذا بلاد بعيدة وبتتمنيه، لكن يقدر يكون هو بعيد حب من طرف واحد، تقدري تقولي كده. لما نشوف طاقتك دلوقتي، تتابعي شخص بالصمت، انا متهيألي انت بتحبي الشخص وبتتابعيه بالصمت. طب نشوف هذا الشخص انت اللي بتتابعيه وكده، نشوف مشاعره، يعني نشوف حياته زي ما شفنا حياتك. هو مشهور في الموسيقى، في الحب، مشهور مع واحدة، طيب يقول كده، مشهور مع واحدة في الحرام يعني. مشهور، هذا الشخص عنده علاقة، تقدر تكون علاقة ثلاثية، انت بتتمنيه، لكن هو حاليا مع واحدة غيرك. هل بيفكر فيكي؟ هل في رجوع؟ يمكن كنت بتعرفي، احنا بنشوف الطاقة. هذا الشخص ما راح اكذب عليك، هذا الشخص بيتلاعب، آه يعني بيتلاعب بيكي، بيتلاعب مع البنات، خلي بالك، هذا الشخص مش كويس، عرفتي؟ انت محتاجة رجل قدامك يعني. طب هنخلط اكتر نشوف هل في رجوع هذا الشخص. خلي بالك هذا الشخص مش هو سببك، هو سببك. انت في جهة وهو السبب، هذا الشيء مش انت، هو اللي غلط. حاليا ما بنشوفش الرجوع، ما راح اكذب عليكي. دي كانت قراءة الحجر الأخضر. طب نجي قراءة من لون الحجر من لون ذهبي. اوكي، طاقة يعني، خذوا طاقة، هنشوف عندك ايه، انت حياتك حاليا ايه. خلي بالك من السحر، يعني من سحر الأكل، يعني هقول لك ازاي. بتقولوا له التوكيل، احنا بالمغربي، خلي بالك من الأكل، أحد يديك الأكل أو شخص يديك الأكل، خلي بالك من الأكل، أو أكلتي، احنا نشوف طاقتك، أو أنت خايفة من الأكل. أنت بتحبي شخص، تتمنيه كل وقت، تتمنيه، وهذا الشخص كمان بيتمناك على فكرة. هذا الشخص بيعتبرك مثل أم ومثل أخت مثل كده، لكن في شيء راح أشوف. فضلت ذكريات، قلت لك في شيء، فضلت فقط ذكريات والصور انت بتشوفيها، كنتوا كده كنتوا، لكن يمكن عملوا لك توكيل، شيء كده اكلتي او هو اكل وبعد منك، يعني كره بيناتكم، اللي اختاروا هذا الحجر، هذه طاقتك. فضلت انت بتشوفي الصور او تسمعيه وتشوفي صور. تشوفي ذكريات، تجيك احيانا ذكريات وكده. كنتوا يعني كان قصة حب كبيرة يعني، ما شاء الله، كانت قصة يعني. حاليا انت لوحدك، هي دي طاقتك، انت لوحدك ومستنية هذا الشخص يطرق بابك او يتصل عليك، او انت مستنية شيء كده. اوكي، طب هنشوف هو كمان بيتمناك هذا الشخص، سولميت. هذا الشخص يمكن كان بيتمنى معك أطفال أو بينكم أطفال، أو كنتوا بتقولوا هنسمي أطفال يعني، أو كنت حامل شيء كده يعني، كنتوا هتكونوا أسرة، لكن فارقوكم بالسحر. شوفي، هو
كان ناوي معاك أطفال وكله. هو حاليا بعيد وبيفكر فيك. هذا الشخص لسه صحيح السحر بينكم، لكن هذا الشخص لسه بيفكر فيك ولسه راجع اللي اختار هذا الحجر. هذا الشخص لسه مش زي القراءة الأولى. هذا الشخص لسه عايزك على فكرة. دي كانت قراءة باللون الحجر دائما. دلوقتي هنيجي الحجر الأحمر. اختاروا طاقة ولا هخلط؟ هنشوف انت عندك ايه حاليا. انت قطع أكل، بتشوفي نفسك مش حلوة، بتشوفي شكلك بسبب هذا الرجل. يمكن هذا الرجل ما قبل بيكي، أو اللي اختاروا هذا اللون. على فكرة سبحان الله، قال الألوان نفس ألوان طبقة القراءة. تشوفي نفسك انت في المراية مش حلوة، لأنه عامل لك تشويه. انت حلوة لكن بتشوفي نفسك مش حلوة. هذه طاقتك على فكرة. انت شايفة، لو انت شايفة هذا الشيء، في أشخاص راح تيجي تتقدم لك على فكرة، أو في خطوبة، أو في شخص عندك راجع في حياتك، أو مستنية شخص راح يرجع في حياتك. لحظة أوقف كم عشان أوقف الكروت. عرفتي يعني في شخص أنا بشوف راح يرجع. أسفل نزل لي طبق وكده بوقف عليه الكروت. في شخص هيرجع لك، أو مستنية شخص شيء كده. وراجع هذا الشخص. لو انت مستنية شخص عندك علاقة معه ما فضلتوش، هيرجع هذه الأيام، هيرجع لك يعني هذا الشخص. هي صحيح كروت مكشوفة، الناس بتحبها، لكن هي شوية، لكن بحب أضرب بها الكروت، خصوصا أشوف بها الطاقات. ولسه بيفكر هذا الشخص، بيفكر يكلمك، لسه بيفكر، يعني لسه بيفكر فيكي. حيقدم لك شيء هدية، أو هيتواصل معك انستغرام، سناب شات، اتصال. راح يرجع هذا الشخص، أو بقول للطاقة انت حابة شخص يرجع مستنية. دي الطاقة طلعت على فكرة، لسه احنا ما شفناش عليه، بس هو طلع كده. طب هنشوف هو. هيرجع هذا الشخص. لو انت بعيدة على الشخص راح يرجع. يمكن يكون برج الدلو هذا الشخص، انت مستنية وبيفكر فيكي. بيفكر فيكي في الأوقات. بيتمناك تقدر تكوني انت برج الحوت. انت بتفكر فيه في الليل لما يكون النجوم والقمر. هو نفس الشيء. هذا الشخص راجع. لو انت بتحبي شخص اللي اختاروا اللون الأحمر راح يرجع هذا الشخص. هنشوف اللون أزرق اللي اختاروا الطاقة، اللون أزرق. أوكي، راح نشوف طاقتك انت حاليا. الشخص ده انت بتحبي شخص نسوانجي، ما كنتيش عارفاه نسوانجي. شوفي عنده كتير، ده قلبه بستان. انت تفكري شخص يا اما متجوز كتير، يا اما هو نسوانجي. حصل فراق بالمقص وكده، ده السحر. حصل فراق بالسحر. في واحدة حسدتك وشلت، فضلتي انت في جهة، انت نار، يعني نار يعني في قلبك وفي قلبه، لكن انت متباعدين. بتحبيه، لكن هو بيكتب الشعر. الشخص ده، لا أقول لك شخص ده أمير، شيخ، أو كاتب، يقدر يكون كده. أو شخص مشهور اختار هذا أو هو معه ما شاء الله مال، أو كاتب شيء، أو هو بينزل أحيانا أشياء. لو بينزل شعر أو بينزل كلمات أو شيء، دي عليك بيقصدك أنت. أوكي، اللي اختار هذا الحاجة نتمنى يرجع لك، يفكر فيك طول الوقت. دي طاقتك، لكن هو طلع معك في الطاقة لأنه بيفكر فيك. طب نشوف هو. لكن هو نسوانجي، خلي بالك نساء كتير عليه. هو بيفكر فيك زي ما قلت لك، هو ناوي الرجوع معاكي. كان مقلوب. في ناس بتبعده، يا إما أهله يا إما أم كبيرة. في شخص بيبعده، أو أخو صديق بيكون معاه. هو سبب البعد اللي انت البعد. أما انت طاقتك بتحبيه هذا الشخص، بتحبيه موت. تقول يا إما هو يا إما بلاش.
أنت تمنيه، لكن أنت طاقتك مخلوقة وبتفكري في الحب، بتفكري كتير أشياء ولا شيء بتوصلي ليه. راح يرجع هذا الشخص. الحجر الأزرق، نتمنى لكم التوفيق. طب نيجي الحجر البنفسجي، تقدر يكون هو بنفسجي لكن يقدر في الكاب يصير وردي يصير، لكن هذا الحجر بنفسجي. شوف طاقتك انت محروقة جدا جدا، تفكر بالأوقات، تفكر في شخص شخص كبير عليك في السن أو انت أكبر منه، أو فقدت شخص، تقدر يكون أبوك الله يرحمه أو جدك، شيء كده مات. وكمان انت بتفكري تسافري برا، الشخص هذا بلاد بعيدة، أو تفكري يقدر يكون برج العقرب شيء كده، أو انت تفكري تهاجري للبلاد. هذا الشخص خلاص قطع معك العلاقة، لكن انت لسه بتحبيه. هذا الشخص نادم، أنا بشوف نادم عليكي. هذا الشخص عنده عريض أم أنت عندك عريض. هذا الشخص تقدري تكوني أنت متزوجة، كنت هتكوني متزوجة أو أنت متزوجة وسابق، كنت هتكون زواج، لكن عندك عريض. هو اللي هو اللي الشخص ده هو اللي بيبعده، يعني عرفتي؟ أوكي يعني، لكن عندك رجوع، عندك شوفي سحر، أو في واحدة حارباية تقدر تكون تعاملك كويس، وهي أسفة على الصوت أطفال في الفيديو، لكن عادي أسفة على الصوت يا بنات. في واحدة باينلك هي كويسة، لكن هي مش كويسة، خلي بالك. دي طاقتك على فكرة. طب نشوف طاقته هو. كتير نساء عنده، أنا قلت لك هو بعدك خلاص، قالك ستوب، يعني ابعدي زي ما انت شايفة في الصورة، وصار لوحده، يعني رجع لوحده، عرفتي؟ طب هنشوف وبعدك، لكن لسه عندكم رجوع إن شاء الله. لو فكيتي مشاجرة، لما تتكلموا تحصل مشاكل، عرفتي؟ يعني على طول انت حاليا لوحدك تقدري تكوني، ونفسه يطمن عليك. هذا الشخص نفسه يطمن عليكي، لكن في شيء بيبعده عندكم سحر، عرفتي؟ لكن هترجعوا في الآخر إن شاء الله. شكرا لكم. دي كانت قراءة بالحجر. إيه رأيكم أفضل أعمل لكم قراءة كده بالحجر؟ أنا أسفة على التأخير يا بنات، والله مشغولة جدا جدا، تعرفين الفسح وكده ومع الناس وكده بفضل. أنا أسفة على التأخير، لكن أوعدكم لو عجبتكم أي قراءة اكتبوها لي عايزين على إيه، وأفضل أعملها لكم كده إن شاء الله. ونزلكم اكتبوا لي كومنت حلو، واتمنى لكم كل التوفيق. الدلة اللي حابب معي قراءة خاصة يتواصل معايا. اللي حابب فك السحر جلب اي شيء انا موجودة ان شاء الله. لكن بالتأكيد اكيد الناس اللي تعاملت معايا هي عارفاني انا عندي شيء بالتأكيد. لو الشخص ده كان هقول لك ما كانش هقول لك بلاش تخسري فلوسك في الجيب. دي كانت قراءة. شكرا لكم ومع السلامة، واتمنى لكم كل التوفيق. انا اسفة على التأخير. مع السلامة، باي باي.